مرحبا بك بنت عمي. اليوم جيت لك كيك راس السنه ولا كيك راس العام بواحد الطريقه بسيطه اقتصاديه بجوج بيضات البنات وكذلك بلا فران، وتيجي رائع وتيجي هشيش وتيجي تيدوب باليد بالفم. هاد الحلوى ولا هاد الكيك راه ممتاز بزاف وجد بسيط للمبتدئات، وكذلك غنعطيك الاسرار تجيك هاد الحلوى تكرم كانك شاريه من المحلات. تيجي كيكه راس السنه، المهم راس السنه ولا من غير راس السنه ماشي ضروري، وهي عليها الطلب فعلا هاد الوقيته. ولكن انت الا بان كيديريها بلا هاد القيته يعني تبقى عندك معتمده ترحبي بها وليداتك. تجي رائعه بزاف، اقتصاديه وسهله ورخيصه بزاف، والاهم انها تجي لذيذه بواحد الطريقه ممتازه مميزه. خصوصا اختي الا كنتي ما تنجحش لك الكيكات او الحلوى لاكريم، عندي لك السر وعندي لك الطريقه الرائعه. ندوزو اختي المكونات والطريقه. وجوج بيضات، جوج معالق ديال شكلاط غبره، وجوج صاصيات كبار ديال الخميره، يعني 15 غرام ديال الخميره، وواحد الفانيلا. في هاد الحلوى ديال لاكريم بالكسكس ساهله، تتخلطي غير باليد، يعني ساهله وبسيطه. حتى الطريقه راس ما كاين ما سهل منها، كلشي تتخلطيه غير بالخلاط اليدوي فقط، يعني جد اقتصاديه هاد الحلوى. كما شفتوا خلطت لجوج بيضات مع الكاس وربع ديال السكر، بطبيعة الحال بشوي بشوي، وكذلك غادي نزيد عليه دابا الزيت. غير هي بغا نقول لكم حاجه، الشوكولاط اللي شفتو قبيله في الطويسه دايره فوق واحد الحاجه بيضه، ديك راه قبيصه ديال الملحه، باش ما ننساهاش درتها تماك. دابا زدت داك الفاني 7 غرام تاع الفاني، وكذلك جبت الزيت كاس وربع تاع الزيت، غادي نخلطو حتى هو. كلشي غادي نخلطو، وغادي نزيد عليه كذلك الحليب، كاس وربع تاع الحليب. غادي نزيد عليه دابا داك الشوكولاط غبره، جوج معالق شوكولاط غبره مع ديك القبيصه ديال الملحه، وغادي نحرك بطبيعه الحال، وغادي نستمر، وغادي نزيد الدقيق غندير فيها 3 الكيسان ومعلقه كبيره فقط. هادشي اللي درت. وخواتي مهم انا هادشي اللي درت، ولكن على حساب هذاك حساب الدقيق، كاين اللي غيهز لك حتى 3 الكيسان وربع، يعني مهم من 3 الكيسان انت عينك ميزانك، ما غاديش نقدر نقول لك حقاش انا الاخت اللي خديت من عندها الوصفه تقدروا تكون عارف، المهم راك تعرفوا راهي معروفه اخت تيمه. هي دايره لي 3 الكيسان وكاس لاروب. انا ما وصلتنيش داك هذاك، درت 3 الكيسان ومعلقه كبيره ديال الدقيق فقط، لان الدقيق عندي كان عندي ديك النوعيه اللي تتشرب، تقدر هي تكون نوعيه عندها ما كانتش تشرب على حسب النوعيه تاع الدقيق. المهم هاتي مكان، يعني قلت لكم الصراحه انت غتشوفي عينك ميزانك. انا ما قدرتش نزيد هذاك الكيسان لان كانت غتجيني ثقيله، وانا خصني تجيني الكيكه خفيفه. المهم درت فيها 3 الكيسان عامرين ومعلقه كبيره، انت تقدري تزيدي حتى 3 وربع على حسب نوعيه تاع الدقيق ديالك. المهم من 3 الكيسان الفوق هادشي مكان. هنا فين درت 3 الكيسان وزدت هذاك شويه كما شفتوا بحال معلقه كبيره عامره مقوبه، يعني هادشي مكان وصافي. وواحد الحاجه مهمه، البورمه راني مخليها تحمى مزيان، لان خاصها تكون فيها الماء طالع فاير. والكسكس درت ليه الزبده، غير هي حاجه الكسكس انا عندي متوسط. الكسكس اللي درت فيه انا باش تجي عاليه طالعه راه كان متوسط، ماشي كبير ماشي صغير، كسكس متوسط. وكذلك كما شفتوا فرشت ليه داك الورق الغذائي من التحت، لانك الا كان عندك شي مول دائري بغيتي تخشي الوسط خشي، انا ما جانيش داكشي علاش كنت باغا ندير واحد في الوسط ولكن ما جانيش. المهم تاع هادي جات مقاده، غير هي نصيحه غنقولها لكم ما خليوها تتبرد. انا ما خليتهاش تتبرد مني بغيت نخرجها وتهرست ليا من الجناب. المهم نتوما غتشوفوا معايا كلشي. غير هنا كما قلت لكم واحد النصيحه اخرى انا نعطيها لكم حتى هي، ملي غادي نديروا هذه كامله غادي انا عندي هذه فيها الثقبه نقدر نديرها لان تيخرج ليا العرق. اما تي لا اختي لما كان عندك غير عادي ما ديريهاش، ضروري خاصك ديري منديل نقي لتحت هو الاول باش يشرب لنا داك العرق. عرفتي الا خليتيها هكاك ودرتيها بالعرق ديالها راه غادي تعجل لك الكيكه وما غتصدقش لك كما بغيتي، يعني غادي معجنه. ضروري ديري المنديل وساعه ديال المكانه اللي خليتها طيب على عافيه، مهم متوسطه، طالعه وما هابطاش، يعني ماشي طالعه بزاف وماشي هابطه، متوسطه ومبينه. ومن بعد ما شتا طلعت طابت وقصتها بيدي لقيتها يعني ناشفه، درت ليها هذاك، درت ليها سميتو واحد السكين رقيق عندي جربته بها باش نشوفها واش ناشفه من الداخل يعني طيبه وصافي. ومن بعد خليتها حتى بردت كما قلت لكم راه تهرست، لاني مني بغيت نجبدها اللي تهرست ليا، ولكن هذا الجناب اللي ضاع ما غاديش نضيعو غنكمل به اللي بقى ليا الوسط. المهم قسمت على 3 طروفه. كذلك سميتو انا ما احتاجيتش انني ندير ليها السيرو،
لان اصلا هي ما شاء الله يعني فيها الماء، فيها كلشي متشربه. بغيتو ديروا سيرو، ديروا السيرو ديال القهوه. انا جاتني ما محتاجه السيرو، ما درتوش ليها. المهم اللي بغات دير السيرو راه دير القهوه مع الماء طيب، يعني تغليها ودير السيرو او دير الحليب. ما نفضلش نقول لكم ديروا السيرو ديال السكر مع الماء. انا ما تنديرو بصراحه، ما تعجبنيش. ندير اما الحليب اما القهوه مغليه بدون سكر. كما شفتوا درت ليه الكريمه عاديه مطربه عاديه الاولى، ولكن الثانيه غندير فيها الكريمه مع حبيبه تاع الشوكولات. يعني انا قلت لكم كما قلت لكم هاد الحلوه لا كريم راه سهله واقتصاديه ورخيصه. داكشي علاش حاولت ما درت لكمش، ما زدتش شي حاجه، شي صوص كراميل او شي صوص تاع الشوكولات او باش ما نكثرش عليكم. كثرت المقادير، كثرت المكونات، كثرت يعني كره تجي لذيذه بزاف. وكذلك التزيين درت له واحد التزيين رائع ورخيص بزاف. ما تصوروش شحال رخيصه، غير بدرهم داك التزيين باش اللي صاوبته من الفوق. تنتمنى تتبع معايا حتى الاخر وغتشوفي التزيين اللي درت ليها اللي رخيص بزاف. دابا غادي نكملها من الفوق، ولكن غادي نديرها في الثلاجه غنبيتها انايا حتى الغد، حقاش كان عندي الليل ملي كنت نصاوبو. دابا غير الضو صافي اللي درتها غنخليها حتى الغد، عاد غنكمل ليها التزيين ديال. احسن حاجه انك ديري اليوم تخليها حتى الغد، او ديريها على ساعات 3 ساعات 4 ساعات، المهم تخليها في الثلاجه ترتاح. درتها في المجمد، خليتها درت ليها هذا المهم هذا السلوفان باش تبقى ليا نقيه، ما تشم حتى حاجه من الروايح لا والو. وصافي ومن بعد خرجتها في الغد، خليتها واحد تقريبا شي نص ساعه وهي برا تتهمدت وتقادت. عاد قاديت لها الجناب ودرت ليها اللوز، ماشي اللوز عفوا، الكاوكاو ايفيلي. كاوكاو ماشي اللوز، لانه هو اللي اصلا كنت شاريه جيبه معايا من المغرب. محمر. صافي ودرتهم الجناب، تيجي زوين فيها، تعطي المنظر ورخيص. رخيص على قد الجيب. يعني بغيتي نتيا ديري شوكولاته محكوك ديري اللي عندك ديري، حتى لو ما كانش عندك تقدر ديريها بلاش، يعني غير تخلي شويه من داك الصوص اللي غنوريه لك اللي غنديرو دابا وديريه لها من الجناب، تيجي حتى هو رائع. حتى هو تيجي كالدميعه طيح. وعرضت ليه هاد الدكه من التحت باش اللي طاح ليا شي هاد الايفيليه الكاوكاو نعاود تاني نرجعو، وغنبقى تزين على هاد الشكل حتى غنكمل الجوانب كامل وعاد نكمل الزين الفوقاني. المهم انا اللي الهدف ديالي هو نوريكم الصوص اشنو درت فيه الفوقاني، تيجي رائع وسهل. هنايا درت ليها وريضات على هاد الشكل. مهم باش ندير فيهم شوكوليطات صغيورين داخل باش يكسروا لي داك اللون، باش يجي فيه داك اللون القهوي من الداخل من الجنب بحال هكا. جاتني سهله وزوينه. مهم يعني تزيرها بابتكار كيما بغيتي تزيني وصافي. كذلك بقات لي الكريمه تاني زينت بها من التحت، درت بها وريضات. المهم تمسحت داك الجوانب كاملين من الكريمه ومن اللوز، وعاد درت ليها هاد من التحت تزيين. وكذلك يدرج لك اي عيب الا كان عندك لتحت عيوب من لقيتها باقا درت. وهذه هي الكريمه اللي تنعاود لكم عليها. محتاجين فلو تاع درهم، ومحتاجين واحد نص كاس ديال الماء، نص كاس فقط لان غير عندنا غير بلاصه غير صغيره. نص كاس ديال الماء مازال غادي يشيطينا، وغادي درت فيها 4 معالق ديال السكر وفي 4 معالق ديال النشا فقط. هادشي اللي درت فيها وغليته مزيان فوق النار ودرته. حركته مزيان اول حاجه، حقاش ضروري ما يبقاش لا حبيبات فيه لا والو. من بعد غادي نصفيه ضروري، ولكن غير باش يتجانس لينا داك النشا مع السكر مع الفلو. وصافي غنديرو فوق العافيه غير غلا غير غلا، ما نخليش يختار، غير نلقاه باغي يختار ونطفي العافيه باش ما يختارش ليا فوق النار. وغادي نخليه يدفى شويه، يحيد ليا شويه لهداك باش ما يخسرش ليا الكريمه. صافي غندير واحد الصفايه وغادي نصفيه باش يعطيني داك اللمعه الفوقانيه على هذا الشكل تبارك الله. ودابا غنخليها على جنب، يعني هو رفيسه غادي يجمد صراحه. وصافي نكملوا تزيين. مهم انا حاولت نكسرها، درت شويه هذا الكيوي، حاولت نكسر داك اللون صراحه وجا غزال تبارك الله. المهم هادشي مكان تزييرك اختياري، كيما بغيتي تزينيه. تنتمنى هاد الحلوه لا كريم بالكسكاس تكون نال الاعجاب ديالكم، وتنتمنى يعني ما تنسونيش التشجيعات ديالكم، كذلك لايك واشتراك القناه باش نكبر اكثر واكثر ان شاء الله، باش نجيب لكم دائما الجديد ودائما السهل والاقتصادي. ونقول لكم السلام عليكم. ما تنسوش اهم حاجه هي الصلاه والسلام على سيد الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على الصادق الامين. اهم حاجه انت غتشوفيها معايا دابا هي، شوفي تبارك الله كتهادشي ما شاء الله، اللهم زيدوا بارك. يلا الله يعاونكم.